المحترفين الأردني بحصة الأسد من جوائز الموسم الكروي في الحفل الذي أقامه الاتحاد الأردني لكرة القدم تكريما للمتألقين فيه. محمد الجبور وتفاصيل من عمان. مفاجأة من العيار الثقيل شهدها حفل توزيع جوائز الموسم الكروي الأردني، إذ شهد سيطرة رمثاوية على معظم الجوائز، بينما لم يحظى الفيصلي صاحب الثلاثية بأي منها. حمزة الدردور خطف جائزة أفضل لاعب، بينما ذهبت جائزة أفضل حارس مرمى لزميله عبد الله الزعبي. جائزة أفضل مدرب ذهبت للعراقي عادل يوسف الذي قاد غزلان الشمال في معظم مراحل الدوري. الحمد لله رب العالمين، الله أكرمني وأخذت جائزة أفضل لاعب بالدوري الأردني، وهذا ما إجاش من عبث، هذا إجا يعني بجهود اللاعبين اللي هم إخواني اللي وصلوني للمستوى هذا. يعني الحمد لله رب العالمين، فخر وإنجاز لي إني أكون يعني من أفضل الحراس بالموسم. الحمد لله رب العالمين، هذا من فضل ربنا والإخلاص والتعب بالتدريب، ويعني ربنا بكافئ الواحد. الحفل الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ الكرة الأردنية شهد توزيع جوائز بقيمة 100,000 دولار على جميع أركان اللعبة من أندية ولاعبين وإداريين وحكام، في خطوة من شأنها تعزيز المسيرة الاحترافية لكرة القدم الأردنية. أنا بعتقد أنه نجوم أركان لعبة كرة القدم في الأردن بحاجة إلى إبراز وإلى إظهار وإلى دعم، وهذا اليوم هو حصاد هذا الإبراز وهذا العمل اللي اجتهدنا فيه وحاولنا أنه نجتهد فيه لنرتقي بنجومية أركان اللعبة في الأردن. الجزيرة الرياضية كان لها نصيب من التكريم بعد نقلها لموسم كروي مميز كان ختامه مسك في حفل نال إعجاب الجميع. حفل التكريم هذا شكل دفعة لنجوم كرة القدم الأردنية لتقديم أفضل ما لديهم من إمكانيات فنية خلال الموسم الكروي. محمد الجبور، الجزيرة الرياضية، عمان.